بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. معانا إيه النهارده؟ معانا فول، فول متقشر، ومعانا فلفل احمر وفلفل اخضر وحامي، معايا فلفل حامي يعني. لو عايزه تستخدمي فلفل بارد انت حره. بصل وبصلايه وجزرايه، وطبعا الكزبره بتاعتي. هنعمل ايه هنا؟ كنت بصور المقطع ده واتشال، ما كنتش اعرف ان هو ما بيصورش. بعد ما الميه غليت، نزلت بالفول بتاعي ونزلت بالخضروات بتاعتي. طبعا بعد ما تاخد نص سوا الخضار ده كله، بنقوم نازلين بالكزبره بتاعتنا، يعني بننزل فيها بعد ما الفول والخضروات التانية تكون استوت نص سوا. بعد كده بننزل بالكزبره بتاعتنا عشان ما تبقاش ممرره معانا. بعد كده خلاص، وهي بتاخد غلوتين تلاتة وبتبدأ تحس ان هي خلاص استوت، بتنزليها من على النار وتضربيها عندك في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انت شايفه كده. طبعا البصاره من الاكلات الشعبيه الحلوه اللي الناس كلها يعني يعتبر بتحبها. وبالطريقه دي بصراحه كانت جميله وطريقه حلوه قوي وسهله وما بتوجعش البطن وكده. انا ما حطيتش هنا اي حاجه في الحله، غير ان انا حطيت شويه كمون بس وهي بتستوي. ما حطيتش ملح ولا حطيت حاجه. دلوقتي هتشوفوا ان انا بحط دلوقتي البهارات بتاعتي ازاي. بعد ما طبعا دلوقتي انا ضربتها اهو، وما كنتش حاطه طبعا معاها اي ماده دهنيه. دلوقتي هعمل ايه؟ هحط الماده الدهنيه بتاعتي، هحط شويه زيت، وحاسه ان هي دلوقتي هنا خفيفه شويه ما تقلتش. هقوم مرجعاها تاني على النار. حطيت شويه زيت اهو، وارجعها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي على النار تاني عشان تتقل معانا وتديني القوام بتاع البصاره بقى، وعيش محمص والمخلل بتاعنا وحاجه يعني كده اخر حلاوه. ما حطيتش طبعا. في ناس بتحط معاها توم في السليق، انا قلت لا، انا بحب اعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بحمر شويه فصين 3 توم، مهروسين طبعا مفرومين، وبعد كده بقوم نازله عليهم بشويه كمون. طبعا اللي على قد ما تقدري كتري كمون في الخلطه دي، لان بكليات بقى وايه، عاوزين نظبط الدنيا. نعمل ايه هنا؟ حطيت التوم بتاعي والتومه بتاعتي اتشوحت اهي. انا ما بحبش احمر التوم عامه، اشوحه بس يا دوبك يدبل معايا. وهقوم واخده التشويحه دي ونازله على البصاره بتاعتي. بحب انبهك تاني، لان المقطع ده ما جاش. انا بنزل بالخضار بتاعي اللي هو البصله والجزرايه والفلفل والفول بتاعي بعد ما الميه تغلي، وبعد ما يستوي نص سوا اقوم نازله بالكزبره بتاعتي. في ناس بتحط شبت وفي ناس بتحط بقدونس، انا ما بحبهاش غير بالكزبره. هنا احط بقى البهارات بتاعتي: روزماري، حبة البركة، ملح، كمون، فلفل اسمر، زعتر. يعني عندك بهارات لحمة حطي، عندك توم باودر، بصل باودر حطي. يعني الاكلة دي بتحب البهارات عشان تضيع طعم الفول بتاعها يعني وكده. هنا خلاص اهي بدأت تتقل معايا. بدوقها طبعا كان طعمها تحفة. بس طبعا لسه هننزل بقى بالمقادير بتاعتي كلها. زي ما انتم شايفين اهي بدأت تتقل معايا خالص. هنا بقى اقطع البصلة بتاعتي طبعا عشان التزيين بتاعي، وطبعا وعشان الطعم طبعا اكيد يعني مش هنزين بيها بس. البصل ده هقطعه شرايح كده، وهقوم حط عليه شوية كمون ومثلا وهحط عليه بهارات لحمة، واسيبه شويه، وهرص واقوم ايه محمراه زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا الطبق اللي انا حمرت فيه التوم، هحمر فيه ايه بقى؟ هو طبق واحد اللي هحمر فيه كل حاجه. هقوم مقطع العيش بتاعي اللي هو الشامي، زي ما انتم شايفين، اي تقطيع، مثلثات، مكعبات، مربعات، اي تقطيع مش هتفرق معاكي. حطيت هنا شويه زيت، ونزلت مكان التوم. طبعا هنا عمل ايه الزيت اللي مكان التوم، يعني ادى طعم حلو قوي قوي للعيش بتاعي. طبعا انت عايزه تحطي زيت حطي، عايزه تحطي سمنه بلدي حطي، عايزه تحطي سمنه عاديه حطي. العيش ده لما بيشرب الماده الدهنيه بيبقى طعمه حلو قوي. طبعا هحمره معايا دلوقتي. يعني الطعم بقى مع البصاره عايزه اقول لكم في حته تانية. طبعا ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه يا جماعه عشان نكبر بيكم، وكومنت حلو زيكم، ودايما يا رب تكونوا بتستفادوا مننا حتى لو بمعلومه بسيطه. و... وادي طريقه البصره بتاعتي اهي. طريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد منك حاجه ومش متعبه ولا حاجه. اكلات شتويه جميله وتحطيها طبعا. هو يعني اكل ده بيحب الخضار بيحب المخللات. عيش طبعا ملدن، عيش اللي هو العيش الملدن اللي هو العيش الناشف. والعيش اللي هو الفلاحي. طبعا الاكله دي بتحب الحاجات دي. آم، خلاص هنا كده العيش بتاعي اتحمر اهو.
وهنزل هو نفس الطبق هقوم محمره فيه البصل بتاعي، وزي ما انتوا هتشوفوا متبلاه زي ما انا قلت لكم، حطيت عليه بهارات لحمه وكمون، وهنزل عليه بشويه ملح طبعا لما احمره اهو. عايزه اقول لكم بقى الطعم كان تحفه، طعم البصل لوحده كان خطير. يمين شمال شمال يمين بقى، والحاجه تتحمر معانا بقى كده وتاخد معانا لون. بنزل بكميه ملح بسيطه طبعا، عشان احنا طبعا مملحين الحاجه بتاعتنا عشان تبقى الحاجه مظبوطه. آم، المقطع دوت مش عارفه ايه اللي جابه دلوقتي. دلوقتي هجيب لكم المقطع واحنا بنفرغ الطبق اللي معاكم ده. هنا رصيت العيش بتاعي المحمص والبصل بتاعي. وهوريكم دلوقتي وانا بدوق البصاره، يعني حاجه زي كده، يعني حاجه تعمر النافوخ يعني من الاخر. آم، اهو المقطع ده جه بقى قبل كده، استحملوني يا جماعه معلش. هنا هنفرغ البصاره بتاعتنا، هيشوفوا بقى قوامها حلو وجميل. انت طبعا عايزه تنعميها عن كده براحتك، بس انا بحبها يعني زي ما انت شايفه كده. البصاره جميله وطعمها تحفه. عايزه تستعملي فيها شبت مش مشكله، بس انا بحب في البصاره بالذات ان استعمل، ما بستعملش غير الكزبره. وطبعا الكمون بتاعي عامل اللي هو الاساسي طبعا عشان البقوليات وكده. والبهارات اللحمه بقى، عندك بهارات فراخ، عندك مرقه دجاج ممكن تضيفيها، ويبقى الاكل معاكي طالع زي السكر. هنا فرغت الطبق بتاعه اهو. وهنا البصل بتاعه اهو. وزي ما انتوا شفتوا في المقطع اللي قبل ده، انا حطيت زيت زيتون عليها من الوش كده. ما عندكيش زيت الزيتون مش مشكله، ده من الحاجه هي اصلا كانت مظبوطه، ما كانتش محتاجه حاجه، بس انا بحب زيت الزيتون يعني على الاكلات اللي زي دي. هنا حطيت على الطبق بتاعي البصل اهوت. وحطيت كميه البصل طبعا على جنب، والعيش المتحمص بتاعي. عشان اللي يعوز بقى يفرغ. هي عملت معايا 3 4 اطباق بالظبط. بألف هنا وشفا على قلوبكم، يا رب تجربوا الطريقه دي وتعجبكم ان شاء الله. بصوا بقى هوريكم العيش معايا متحمص وجميل، كنت عايزه اسمعكم القرمشه بس. آم، شفتوا بقى الحلاوه. هنا البصل بتاعه هو متحمر، طعمه تحفه تحفه تحفه. والعيش لوحده جميل، والبصل بتاعي لوحده جميل، والبصاره لوحدها جميله. بحط بقى المكونات دي كلها بقى مع حته ليمونه مخلله كده بقى، يعني ايه نظبط المواضيع. بصوا العيش، وفي قلبك دي بقى اللقمة دي في قلبك، وهتعمر النافوخ جامد. ويا رب دايما الطريقة بتاعتنا في الطبخ تكون بتعجبكم، وتجربوا الطريقة دي على ضمانتنا. احنا طبعا احنا بناخد اكل في البيت، اكيد احنا بنقول لكم طريقة وبنصور لكم الاكل اللي احنا بناكله، فاكيد يعني احنا بنصور لكم احسن حاجة عندنا. هنا خلاص انا كده فرغت الحاجة بتاعتي اهي. و ما تنسوناش بقى بلايك وتعليق واشتراك في القناة. اهم حاجة يا جماعة تشتركوا في القناة عشان نكبر بيكم ان شاء الله، ونقدم لكم كل جديد وتستفادوا مننا ان شاء الله. و وبنحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.